السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض تجربة لبيان قوة الكسور الذاتي. قوة الكسور الذاتي الأدوات اللي عندي كوب زجاجي وورقة أو ورق مقوى وعملة معدنية. احنا خدنا مع بعض الكسور الذاتي وشرحناه. مين يقول لي التعريف بتاعه؟ خاصية مقاومة الجسم لتغيير حالته من جسم المادي. الجسم المادي لتغيير حالته من السكون أو الحركة بسرعة منتظمة وخط مستقيم لا تؤثر عليه قوة تغير من حالته. برافو عليك. طيب مين يقول لي مشاهدات لقوى الكسور الذاتي في حياتنا؟ يعني احنا بنشوفها في ايه؟ ايه اللي بيحصل في حياتنا فبنعرف من الكسور الذاتي؟ يا عبد الرحمن يا سليمان. عند ركوب عربية تندفع للأمام فيرجع الإنسان إلى الخلف. لو أنت راكب عربية مثلا ميكروباص أو أتوبيس وأنت قاعد جالس فجسم ساكن اتحركت العربية فجأة، لازم كسور ذاتي يبقى فيه إيه؟ فجأة، اتحركت فجأة للأمام فإحنا هنندفع إلى الخلف، لأن الجسم بيكون قاصر بيقاوم الحركة وبيكون قاصر على تغيير حالته من السكون إلى الحركة فيظل ساكن فيندفع إلى الخلف. طب عايزة مشاهدة كمان. يلا يا عبد الرحمن. العربية ماشية راح توقفها فجأة يروح الإنسان يروح الجسم. برافو عليك. يعني لو أنا راكبة مثلا حافلة أتوبيس أو سيارة أو أي حاجة واخدة نفس سرعة السيارة، يعني لو هي بسرعة 80 كيلومتر على الساعة يبقى أنا جسمي داخل السيارة المتحركة برضه 80 كيلومتر على الساعة. السيارة توقفت فجأة يبقى في كسور ذاتي هنا، الجسم أنا هيكون قاصر على تغيير حالته من الحركة إلى السكون فيظل متحركا فيندفع إلى الأمام. ليه يا مس؟ عشان زي ما قلنا الكسور الذاتي خاصية مقاومة الجسم المادي لتغيير حالته من السكون أو الحركة بسرعة منتظمة وخط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من إيه؟ من حالته. تعالوا نشوف بقى هنعمل نشاط مع بعض، والنشاط ده مهم جدا جدا بيجي في الامتحان العملي كتير جدا. ايه الادوات اللي عندي؟ النشاط ده هيبين قوى الكسور الذاتي. ايه النشاط اللي عندي؟ كوب زجاجي وورق مقوى وعمله معدنيه. هضع الورق المقوى فوق الكوب الزجاجي وضع عليه العمله المعدنيه. بصوا لو انا حركت الورقه ببطء العمله المعدنيه هتحرك ايه؟ معايا هتحرك معايا، لكن انا حركتي كسور ذاتي يبقى لازم ادفع الورقه دي فجاه عشان يظهر لي قوه الكسور الايه؟ الذاتي. قوه الكسور الذاتي قوه تنشا عن الحركه، والحركه لازم تكون فجائيه. بصوا بقى هعمل ايه؟ دفع. ماذا حدث؟ ها؟ المشاهده شفتوا ايه؟ سقطت العمله المعدنيه في الكوب. طب مين يقدر يفسر لي ليه سقطت في الكوب؟ الورقه اتحركت انما العمله المعدنيه سقطت في الكوب. ها؟ قولي يا عبد الرحمن. عشان الورقة كانت في حالة السكون فاحنا حركناها فجأة راحت العملة المعدنية رجعت راحت الورقه والعمله الاثنين كانوا في حاله سكون، بس انا حركت مين؟ الورقه فجأة. طب العمله المعدنيه مقاومه للحركه هتقاوم الحركه الفجائيه يعني هتظل ساكنه، يبقى مين اللي هيتحرك؟ الورقه. لكن العمله المعدنيه تسقط في الايه؟ في الكوب. يبقى اذا هعرف من هنا برضو خاصيه او معنى الكسور الذاتي. هو الكسور الذاتي مين يعرفها لي بقى بعد ما شرحنا الدرس؟ قولي يا سليمان. خاصية مقاومة الجسم المادي من السكون أو تغيير حالته من السكون أو الحركة أو في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه القوة. خط مستقيم وبسرعة منتظمة وخط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالك. عايزة واحد تاني كمان يعرفها لي. ها؟ يلا يا خاصية مقاومة الجسم لتغيير حالته من السكون الحركة بسرعة. الجسم المادي لتغيير حالته من السكون الحركة بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة لتغيير من حالته. برافو عليك. يبقى احنا آخر مرة نعرفها بقى هي هو الكسور الذاتي خاصية مقاومة الجسم المادي لتغيير حالته من السكون أو الحركة بسرعة منتظمة وخط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته. طب احنا دلوقتي عايزين نعمل تطبيق تكنولوجي للكسور الذاتي. يعني انا عرفت الكسور الذاتي ده ممكن تأذي الراكب، فانا عايزه احافظ على الراكب من ايذاء قوى الكسور الذاتي ليها. ارتداء حزام الامان. برافو عليك. ارتداء حزام الامان. يبقى اذا حزام الامان، حزام طبعا لما احنا بنبقى راكبين عربيه او ميكروباص او طياره حتى بنحط حزام الامان. ليه؟ عشان يمنع إزاء
قوى الكسور الذاتي للراكب، ويحمي الراكب من إيذاء قوى الكسور الذاتي ليه. فحزام الأمان وسيلة من وسائل الأمان تحافظ على الركاب من إيذاء قوى الكسور الذاتي. طب أي سؤال؟ شكرا ليك.